ماجد المالكي هوايته أوصلته إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية ليلقب بملك العقارب، محطما رقما قياسيا سابقا. أكيد ما فينا نقول له صحتين أبدا. ماجد أكل 22 عقربا ساما في 20 ثانية. عبد الله ركف من الرياض والتفاصيل. نهاية كل أسبوع يذهب هو ورفاقه لرحلات برية ليستمتع بلون رمالها التي يعشقها، ويمارس هوايته التي أوصلته إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية ليلقب بملك العقارب، محطما رقما قياسيا سابقا بأكله 22 عقربا ساما في أقل من 20 ثانية. هوايته التي جعلته يظهر على شاشات عدة وصحف عربية وعالمية. طيب بعد ما اكلتها الان وش تحس؟ يعني كلمنا عن طعمها. والله لحس الحين وقت الحاضر ما احس بشيء، بس بعد فتره كذا يومين 3 ايام كذا يصير عندي احساس يجيني. ايش طيب ايش الاحساس؟ بالنشوه. نشوه انك تاكل يعني مره ثانيه؟ نعم بالنشوه، بالانتقام، احب الانتقام يعني بالعقارب خاصه. يهوى الحياة البرية ويؤمن بأنه إذا عاش فيها لن يموت من الجوع، لأنه سيجد ما يأكله من حيوانات وحشرات برية مهما كان نوعها أو لونها. الصحراء هي حياتي، حطني في الصحراء واتركني. يداعب العقارب قبل أكلها دون شعور بخوف، ويؤكد بأن سم العقارب لا يؤثر على حياة الإنسان. صبري بالله.